اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد تاني على طول من قبل المحله مع كريم حسن. النهارده فيديو جديد ومختلف، فيديو مختلف قوي عشان النهارده جينا لكم بقى بحاجه من ثقافتنا احنا، من ثقافه المحله، الا وهي سندوتش الفول وسندوتش الطعميه. سندوتش الفول من معلمين سندوتشات الفول المحله، مش تاكل سندوتش فول زي اللي هتاكله في المحله، وطبعا مشهوره جدا المحله بالبغل. فالنهارده جبنا كل المشهورين في المحله، البغل والاسلاوي والتيفا ومرام، كل الناس. النهارده هيبقى فيديو مرجع، جيب من الفول والطعميه منين في المحله. اي حد عايز يجرب فول وطعميه في المحله، عايز ياكل فول وطعميه اصلا لازم يجربهم المحله. هيجربهم منين المحله؟ انا هقول لك النهارده. يلا بينا نجربهم واحد واحد ونشوف. يلا بينا. هنبتدي بقى باول مطعم معانا وهو البغل، وجبنا من كل فروع البغل 6 فروع، كل فروع لها في فرعين لهم علاقه ببعض وفرعين لهم علاقه ببعض وفرعين تانيين مالهمش علاقه ببعض، فهم 4 مولات. فاحنا هنجربهم كلهم ونقول لكم احسن سندوتش عند البغل فين. ويلا بينا. انت هتلاقيني النهارده متحمس معاك قوي عشان ده بالنسبه لي يعني فيديو مهم اكتر ما هو بالنسبه لك مهم. انا فرحان جدا بالمقارنه دي النهارده. فيلا بينا نشوف اجمل سندوتش عند البغل. اقول لك بقى الفروع كده بسرعه. ده فرع الشون، ده فرع الحنفي، ده فرع بنزيون، ده فرع المحجوب، وده فرع الشون الثاني اللي فاتح جنب المحجوب، فاتح جنب المحجوب على طول. هقول لكم الحكايه بتاعتهم دلوقتي. وده سندوتش ب 2 جنيه، السندوتش معانا خالص، ده ب 2 جنيه وده ب 2 ونص، وكلهم ب 2 ونص. وده فرع الزراعه. يلا بينا نطلعهم واحد واحد ونجربهم ونشوف مين اجمل سندوتش في البغل، اجمل بغل في البغل كلهم. يلا بينا. اسعار كل السندوتشات ثابت 2 ونص ما عدا الزراعه 3 جنيه، وبغل الشون اللي جنب الحنفي ب 2 جنيه، تمام؟ بس بغل الشون ب 2 ونص، اديته جنيه عشان يظبط السندوتشات كالعاده. وبغل مين تاني؟ وبغل الشون الثاني ب 2 جنيه، وهو مروق عليه بصراحه من غير ما اديله اي حاجه، يعني ما اديتوش حاجه ومروق على السندوتش. وبغل الحنفي حاطط مع السندوتش شويه خيار كده ومخلل وبصل ومروق يعني على الكلام. ندوق واحد واحد بقى ونشوف مين الاجمل فيهم. ونبتدي من الزراعه. بسم الله. بغل الزراعه جامد وكل حاجه، بس هندوق بقى كله ونشوف في الاخر. نخش على بغل الشون الجديد اللي فاتح جنب الحنفي عشان ينافسه. ندوق بسم الله. هو ده جامد. بغل الشون الجديد اللي فاتح جنب الحنفي عشان ينافسه اجمد من بغل الزراعه. نخش بقى على بغل المحجوب، وده كان من اجمد الناس زمان. شو لسه جامد ولا ايه؟ بغل الشون بقى، بغل الشون اللي فاتح جنب المحجوب عشان ينافسه اجمد من المحجوب اللي هو بينافسه، اجمد بشويه صغيرين يعني، مش قوي بس اجمد. نخش بقى على بغل البنزيون، وده من زمان جدا وانا ما بحبوش وحاسه اوحش واحد فيهم، يعني هيطلع اوحش واحد. ندوق بسم الله. اوحش واحد فيه ناشف قوي، السندوتش ده ناشف قوي، والزيت اللي عليه زيت عادي مش زيت حار، ومش حلو بصراحه. تتبيلته اللي هي التحبيشه بتاعته مش حلو. ده زيت عادي، فده اللي مقلله برده شويه المحجوب. لكن بصوا ده الزيت عليه عامل ازاي، مصفر من كتر الزيت عليه ازاي، فده اللي ظابط الكلام معاه شويه. ونفس الكلام في بغل الزراعه برضه. نجرب بقى بغل الحنفي، برضه زيت. بصوا زيت الحار بيفرق برضه يا جدعان. ندوق بسم الله. بغل الحنفي جامد وكل حاجه، بس بغل الشون الجديد اللي فاتح جنب الحنفي، لا، بغل الشون الجديد اللي فاتح جنب المحجوب عشان نفسه اجمد من بغل الحنفي. نجرب بقى اخر واحد معانا وهو بغل الشون. بصوا السندوتش غرقان زيت. شايف السندوتش عامل ازاي؟ نخاف ننقط بس. سندوتش غرقان زيت، دي اكتر حاجه بتعجبني بصراحه في الشون. تديله جنيه بيظبط لك سندوتشات قوي. دوق بسم الله. السندوتش اصلا مليان فول، مليان جامد يعني. خد بقى عندك مفاجاه، بغل الشون اللي فاتح جنب المحجوب عشان ينافسه احسن من بغل الشون الرئيسي. يلا يا عم، احلى سندوتش فيهم لحد دلوقتي السندوتش ده. الباقي كله حلو يعني. لو جينا نرتبهم، بغل الشون اللي فاتح جنب المحجوب عشان ينافسه، وبعده بغل الحنفي، وبعده بغل الشون الرئيسي الاصلي، وبعد كده بقى ايه، الزراعه بيلعب مع المحجوب في نفس الحته شويه، او الزراعه احسن بصراحه، الزراعه احسن، وبعدين المحجوب، وبعدين اخر واحد بغل بنزاوي. هناخد بقى البغل ده يتأهل معانا عشان ينافس ايه اللي هيتبقى برضه من كل مطعم، من كل فروع. احنا جايبين من كل مطعم فروعه كلها. خلصنا بقى الفول وشفنا اللي اتأهل معانا هو بغل الشون اللي فات عشان ينافس المحجوب. نخش بقى نجرب ايه الطعميه. نخش على الطعميه برضه، نبتدي من عند الزراعه. الطعميه البان زيت حار عشان هو كان حاطط سندوتش نفس الكيس، ودي حركه وحشه جدا انك تحط سندوتش فول مع الطعميه، ده منظر يرضي ربنا. يا سندوتش الطعميه يجي زيت حار. ندوق. بصوا السندوتش فيه طعميه حبه محترمين، سلطه، طحينه، كميه يعني محترمه. يلا ندوق بقى بسم الله. نخش بقى على بغل الشون اللي فاتح جنب المحجوب عشان نفسه، عشان الزراعه حلو مش وحش، بس نشوف ده بقى. ده الطعميه فيها اقل، سلطه مليانه خضره. ندوق بسم الله. حلوه، طعم الطعميه فيها حلو، بس الطحينه قليله قوي، فعلى عكس الفول مش جامد قوي. نخش بقى على ده بغل مين؟ ده بغل المحجوب. نخش بقى على بغل المحجوب. والسندوتش يعتبر ما فيهوش سلطه خالص، يعني السندوتش يعتبر ما فيهوش سلطه خالص، تمام؟ هو طعميه ما فيهوش طحينه حتى خالص برضه، فانا السندوتش ناشف قوي. دوق بسم الله. خش بقى على بغل البنزيون. في السندوتش برضه جايب زيت، انا مش فاهم ايه حركه الزيت دي. حط السندوتش في كيس وده في كيس عشان ما يخشوا على بعض. وبرضه السلطه جوه تقريبا خيارتين وحته طماطم. انا مش يعني السلطه غاليه يا جدعان ولا ايه؟ انا مش فاهم. دوق بسم الله. الطعميه برده مش حلوه، ما فيهوش طحينه خالص، سلطه قليله. ده كمان نسيت اقول لكم على بغل المحجوب، الطعميه مقليه في زيت قديم قوي، فمش حلوه. نخش بقى على بغل الحنفي.
بص السندوتش من جوه مليان طحينه سلطه ازاي؟ مليان طحينه سلطه من جوه، شايفين؟ مليان طحينه سلطه من جوه كتير جدا. فندوق بسم الله. نخش بقى على الشغل. في سلطه، طحينه، في طعمات كتير، في كل حاجه برضه. ندوق بسم الله. بعد ما دوقنا كلهم تاني ورجعنا للفار واستعنت براي الخبراء اللي ورا الكاميرا، بصينا على الحنفي. الحنفي الشون ده حلو جدا والشون ده حلو جدا. الباقيين الثلاثه التانيين مش حلوين لاسباب مختلفه. ده الزيت فيه تقيل، الاثنين دول مش حلوين ناشفين. لكن ده جامد قوي، ده حلو، الشون ده حلو، بس ده حلاوته ان تحسه خفيف كده، سندوتش خفيف. لكن ده ناشف، مشكلته بس ان هو ناشف مفيهوش طحينه تقريبا خالص. ده طحينته قليله والسندوتش تقيل شويه، لكن ده خفيف كده. فبغل الحنفي هيتاهل معانا في الطعميه ويبقى كده اتاهل معانا. بغل الشون الفاتح كان من 24 نفسه وبغل الحنفي في الطعميه. نجرب بقى ونخش. يلا بينا نخش على الاسناوي ونشوف مين اللي هيصعد معانا الاسناوي. يلا بينا نخش بقى عند الاسناوي. والاسناوي ليه 3 فروع في المحل. فرع بنزيون اللي هو شارع 23 يوليو، وفرع في شارع الجيش، وفرع تاني عند ابو راضي. احنا جبنا ال3 فروع معانا. ده فرع 23 يوليو اللي هو البنزيون، وده فرع شارع الجيش، وده فرع ابو راضي. نجرب بقى واحد واحد ونطلعهم ونجرب الفول لوحده ونجرب الطعميه لوحده. ويلا بينا نخش بقى على الفول عند الاسناوي ونبتدي من عند البغل. نخش بقى عند الفول بتاع الاسناوي ونبتدي من عند الاسناوي فرع ابو راضي. هو فرع ابو راضي طبعا فرع 23 يوليو، لكن فرع الجيش ملوش اي علاقه بيهم. فزي ما انتم شايفين السندوتش كده عيش ابيض مقطوع نص، عيش الاسناوي مميز. نبتدي وندوق بسم الله. نخش بقى على فرع شارع الجيش وندوق بسم الله. نخش بقى على الاسناوي فرع 23 يوليو ونشوف هو طعم ابو راضي ولا اختلف. يلا بسم الله. لو جينا بقى نرتب الاسناوي، فرع 23 يوليو اللي هو فرع بنزاوي احسن واحد فيهم بصراحه، جامد قوي. وتاني وتاني احلى فرع فيهم فرع شارع الجيش، وتالت واحد اللي هو بتاع ابو راضي. فهم بترتيبهم كده. والسندوتش عندهم كلهم الفول ب 3 جنيه. يلا بينا نشوف عندهم الطعميه. نخش بقى على طعميه الاسناوي ونشوف. كل سندوتشاتهم ب 3 جنيه. ده ب3 وده ب3، ولكن ده ب3 ونص. هنا لقيت طعميه عيش طويل عند الاسناوي بتاع ابو راضي. تمام. فنبتدي بيه ونجرب، مع انه المفروض ما يقارنوش ببعض، بس احنا هنشوف طعم الطعميه بين ده وده. بسم الله. السندوتش ده حلو، طعمها حلو، طعمها حلوه، بس ده كده هيترشح معانا. يعني ده مش هيترشح، احنا هناخد واحد من الاثنين دول، لان ده هينافس تيفا في سندوتش العيش الطويل للطعميه. فاحنا هناخد منه واحد طعميه عشان ننافس بيه البغل وننافس بيه المطاعم. فهنقارنهم بقى دول مع بعض ونشوف مين فيهم الاحلى. دوق بسم الله. السندوتشين دول كاملين، لكن سندوتش فرع 23 يوليو اللي كسب في الفول هو اللي كسب معانا في الطعميه، فهيتاهل الفول وطعميته للمرحله الجايه. وده كده اوت، وده كده معاه عشان ينافس تيفا. فانا ما عادش قادر على فكره، انا بموت دلوقتي يعني. خلاص كميه اكل كبيره جدا. فربطني بقى لايك سبسكرايب معانا عشان تكمل على طول، عشان تقدر التعب والمجهود ده. ويلا بينا نكمل. نخش بقى على الريس ب3 فروعه. ده فرع كوبري السفلي اللي هو جنب نادي غزه على طول. ده ما عندوش طعميه فجبنا عنده فول بس. ده الفرع الاصلي بتاعه اللي عند المحبوب، وده فرع ابو راضي. نبتدي بالفرع الاصلي عشان هو انا فاكره جامد جدا يعني. فنبتدي بيه وندوق بسم الله. هو الريس ماله يا جماعه؟ الريس فيه ايه ده؟ هو الريس من امتى هو وحش قوي كده؟ الفول هو فول جاي من القدره، لا فيه توابل ولا فيه طحينه ولا فيه اي حاجه. يا جدعان الريس بتاع الفول والطعميه مش ريس ثاني، الريس بتاع الفول والطعميه بقى وحش، لكن التاني على دماغنا. السندوتش بقى ناشف، ما فيهوش توابل، ما فيهوش دقه، ما فيهوش اي حاجه. هو فول جاي من القدره على طول، فمش حلو، مش عاجبني. نخش بقى على الريس بتاع الفرع ابو راضي وندوق بسم الله. او الفول ده بقى السندوتش ده تتبيلته احلى شويه، بس حاطين عليه زيت عربيات من بره، مش زيت حار، زيت عربيات او الزيت اللي هو بيقلوا فيه الطعميه، بياخدوه يركنوه يصفوه ويحطوها على السندوتشات تقريبا، حاجه كده. وحش جدا. الصوص اللي من بره وحش جدا اصلا، وقلب يعني لما سبته شويه قلب على دسم كده بتاع مش حلو يعني. السندوتش مش حلو. التوابل بتاعته حلوه يعني، هو احسن من ده، يكسب ده. نشوف بقى فرع غزل المحل وندوق بسم الله. السندوتش ده هو ده، بس حاصل عليه عصره ليمونه زياده بس، لا مش اكتر يعني. فالاثنين دول وحشين قوي، وده وحش بس، فهاخد الوحش بس واسيبه الوحشين قوي. خصوصا ان ده جاي كمان معاه شويه خيار طماطم عشان تبلع القرف ده معاها يعني. فقشطه. هناخد مش عارف الريس بقى وحش، الريس بتاع الطعميه بقى وحش قوي كده، مش عارف اقسم بالله. كان اول ما فتح كان علم يعني، انا كنت بحب الريس جدا. دلوقتي انا مش عارف ماله النهارده، او ممكن النهارده بس الثلاثه يعني على بعض. ده بقى طعميه الريس الاصلي وبرده 2 جنيه ونص. وده طعميه الريس بتاع فرع ابو راضي. فرع قلنا بتاع الكوبري السفلي ما عندوش اصلا طعميه. فده كده اهو في سلطه. بعد ما دوقنا ده ودوقنا ده، الريس الاصلي هو اللي يكسب. حشو الطعميه جوه السندوتش بصراحه يا جماعه، مالي السندوتش طعميه على اخره. السندوتش مليان طعميه وطحينه وسلطه وكل حاجه، فيكسب معانا. مع ان ده حلو وكل حاجه، بس ده هيتاهل المرحله الجايه في الطعميه. ويبقى كده الريس ده تاهل معانا في الطعميه، والريس تاهل معانا في الفول اللي هو الريس. يلا بينا على اللي بعده على النهائي. دلوقتي بقى دخلنا في المقارنه القويه قوي. دلوقتي هنعرف مين احسن سندوتش فول في المحله ومين احسن سندوتش طعميه في المحله. دلوقتي معانا اللي كسب من الاسناوي، احلى فرع عند الاسناوي، واحلى فرع عند الريس، واحلى فرع عند البغل، مع ام رامي ومع تيفا.
تمام. جبنا من تيفا برضه الفول بتاعه. ما جبناش ابو دراع عشان ابو دراع بقاله فتره بصراحه مخيش جامد قوي وما عدتش بحبه بامانه. فالنهارده ودلوقتي حالا هنعرف مع بعض احسن سندوتش فول في المحله، ويلا بينا. دلوقتي بقى بعد ما دقنا كله وجربنا كل حاجه، دلوقتي بقى هنجي لك ونقول لك احسن سندوتش في المحله. بس شويه سسبنس الاول. احسن سندوتش في المحله هو سندوتش تيفا. الغريب جدا ان تيفا كسب احسن سندوتش فول في المحله. انت متخيل؟ كسب المرامي وكسب البغل وكسب الاسناوي وكسب الريس. ازاي يا جدعان؟ تيفا بتاعت طعميه بجد بجد جامد جدا، توابله حلوه جدا، الليمون فيه كتير، سندوتش هايل. تيفا ترتيبي بقى ليه تيفا وبعدين المرامي وبعديه البغل وبعديه الاسناوي وفي الاخير الريس مش عارف مستوى بقى مزري ليه كده، واسناوي حلو بس بغل احسن منه شويه، لكن الاثنين دول توبين بصراحه. المرامي وتيفا جامدين جدا. وبعد ما عرفنا احسن سندوتش في المحله، تعالى بينا بقى نعرف احسن سندوتش طعميه في المحله. نسيت اقول لك انهي فرع اللي كسب من دول. اللي كسب عند الريس زي ما قلنا في الفول فرع الابراضي، وفي الطعميه الفرع الرئيسي بتاعهم اللي في المحجوب. اما الاسناوي اللي كسب في الفول والطعميه الفرع بتاع البنزيون اللي هو الاصلي، وفي الطعميه العيش طويل لسه هنشوفه مع تيفا اهوت، نشوف مين اللي هيكسب. والبغل اللي كسب فيه الفول بغل الشون، البغل اللي كسب فيه الفول بغل الشون، وفي الطعميه بغل الحنفي، والمرامي وتيفا لوحدهم. يلا بينا نشوف بقى سندوتش الطعميه. احلى سندوتش طعميه في المحله وهو من غير سسبنس من غير اي حاجه، وهو ام رامي حاطه بتنجان مع السندوتش وسلطه حلوه. وبصوا موجبه على السندوتش جامد قوي، فسندوتش دلع يدلعك. بعده على طول هيجي الاسناوي، وبعد الاسناوي البغل، وبعد البغل الريس. مش معنى كده ان الريس وحش، ومش بعد كده ان المرامي جامده قوي، بس هم الاربعه متقاربين بعض جدا في الطعميه عكس الفول. الاربعه قريبين بعض جدا. دلوقتي بقى نجرب الاسناوي الطويل مع تيفا الطويل. من اجل هذا التعب بقى، ومن اجل اللف اللي احنا لفيناه عشان نلم لك كميه المطاعم دي من كل انحاء المحله، وعشان نلم لك كل ده. وعلى فكره ان انا ادوق كل ده تعب رهيب. انا دلوقتي اقسم بالله دلوقتي مخي خلاص يعني من كتر الاكل ما عادش حاسس بنفسي. فاكتب سبسكرايب عشان تقدر تتابع ده، وخبطنا رايك، وما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات. ويلا احلى سندوتش بقى طعميه طويل بعد المخابره، وطبعا انتوا عارفين تيفا. يبقى تيفا كسب معانا في الطعميه الطويل وكسب معانا في الفول. فلو عايز تاكل على حالك يبقى تيفا، بس غالي شويه، بس هيروق عليك. يعني السندوتش بتاعتك جنيه ونص بس هيعجبك. لكن الاسناوي في الطعميه الطويل يعني ما رشحلكش خالص، طعمه وحش مش حلو. يبقى تاكل فول، قلنا الفول من عند تيفا، والطعميه الطويل من عند تيفا، والطعميه العادي من عند ام رامي. ده ترشيحاتنا النهارده. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان هنعمل لك برده حلقه احسن سندوتش مكرونه في المحله وننقل لكم ثقافتنا. فما تنساش تخبط سبسكرايب عشان على طول. وسلام شباب.